حي العكاري كنشكروا الجميع، جميع الناس اللي انضبطوا معنا في هذه الوقفه النضاليه الحضاريه. راه كلشي كيشوف هي اللي بدايه كل يوم. وكنقولوا الاخوان راه النضال ديالنا مازال مستمر حتى تحقق جميع المطالب ديالنا المشروعه. منها الطريق، خاصها الطريق تحيد، لان هاد الطريق اللي دارت كلها سلبيه. الناس مالي الحوانت كلشي غادي يبيع المحلات ديالهم كله في حاله افلاس. ثانيا النظافه، حنا ولا العكاري عباره عن زباله. كنوجهوا رساله للمسؤولين، العكاري ما بقاش حي ديال الساكنه وديال التجار. جميع الناس الزبناء اللي كانوا كيزوروا الحي كلهم غادروا الحي. علاش؟ لان العكاري ولا عباره عن زباله. كنطالبوا بالامن، هذا هو اللي كان، ولا عباره عن زباله، وحنا كنعتبروها مؤامره ضد الساكنه وضد التجار. شكرا الجميع. كل يوم باقي المسلسل البدايه. قول لي هذا مسلسل الاخوان. واحد الاعلان، هذه غير البدايه. يوم السبت ان شاء الله الا ما تحققتش المطالب في هذه الايام غادي النهار الثاني غتكون وقفه ان شاء الله. وكنوجهوا الدعوه للجميع الساكنه والتجار والحرفيين يوم السبت ان شاء الله بعد الساعه 10 هنا في هذا المقر. وشكرا. ورك على هذيك محمد، ورك على هذه، ورك على هذه يا محمد. والان نعطيو الكلمه الرئيس ديال الجمعيه ديال التجار بحي العكاري. اولا كنشكر التجار على هذه الوقفه الحضاريه، وراه ملف مطلبي اللي طرح علينا عضو من المكتب الجمعيه غادي نقدموه للسلطات المحليه. وانا راه عندي يقين انه هذه المطالب كلها تاخذ بعين الاعتبار. وكنتمناو تجلسوا في محلاتكم هانيين وبايعين وشاريين وما كان حتى مشكل. الا ما تلباوش هذه المطالب راه غادي غنعاودوا الوقفه. نتذكروا في الموعد القادم ديال الاجتماع الجمعيه. كنشكر الجميع وكنطلب من الجميع ينصح بهدوء. وكنشكركم على هذه الوقفه الحضاريه والانسانيه والاخلاقيه واللي كيضرب بها المثل. وكل واحد يمشي لمحله ويفتح محله. الله يعاونكم. Bravo.